يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن محل كنافه وبسبوسه، بما انه الفتره دي عامل عروض وعامل ضجه جامده. وانتوا عارفين ان اي حد انا بجربه في الاكل والحاجات دي لازم اتكلم عنه بمنتهى الامانه. عروض كنافه وبسبوسه عباره عن ايه؟ نص كيلو كنافه بالكريمه اللباني ب 30 جنيه بدل 60 جنيه. كمان عامل عرض نص كيلو كنافه كريمه لباني ونص كيلو بسبوسه الاتنين ب 75 جنيه بدل 120. طبعا عروض جامده جدا وعروض حلوه قوي، وانا اصلا من عشاق كنافه وبسبوسه، يعني لازم على طول اكل من عنده. وكمان انا متابعه الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، ما ينزلوا اي عرض لازم اجيب منه على طول. وللامانه هم حاجاتهم حلوه جدا وطازه وما فيهاش اي كلام. بس التجربه النهارده بقى فيها اختلاف كده شويه، هقول لكم عليه. ان الصور اللي بتنزل على الفيسبوك دي مجرد صور للدعايه، مش هي اللي هتلاقوها في الحقيقه. يعني انا دلوقتي هحط لكم الصور اللي هم حاطينها على صفحتهم على الفيسبوك، ملهاش علاقة باللي أنا مصوراه ده خالص، مع إن هو العلبة هي كنافة وبسبوسة وحاجتهم وكل حاجة تمام، هي الحقيقة غير الصور. دي أول حاجة. حاجة تاني بقى، أنا جبت علبة أول مرة، مش العلبة اللي أنا مصوراها دي، العلبة مصوراها دي جبتها بعد ما نزلوا العرض بيومين. العلبة اللي جبتها أول مرة كانت حلوة جدا وكانت سخنة، والكنافة فيها سخنة وريحتها حلوة، باينة إن هي لسه معمولة طازة. الكريمة فيها الطعم القشطة باين فيها. بصراحة كانت تحفة. أول علبة جبتها كانت لسه معمولة طازة. بصوا دي الصور اللي هم منزلينها على الفيسبوك، وريتلكم الحقيقة ووريت لكم الصور هم منزلينها، مفيش أي طبعا تشابه بينهم، دي مجرد صور للدعاية مش أكتر من كده. هكمل لكم بقى ان انا اول ما نزلوا العرض جبت في نفس يوم العرض علبة، ومن كتر ما هي حلوة قلت لصاحبتي عليها روحي جيبي من كنافة وبسبوسة منزل نص كيلو ب 30 جنيه، وتحفة وروعة، وقعدت اشكر لها فيه كتير جدا. كان عدى على العرض يومين مثلا، بس العرض ما دام العرض موجود يبقى الحاجة متاحة. ما دام احنا قايلين على الفيسبوك ان العرض موجود يبقى الحاجة متاحة، صح كده؟ راحت جابت علبة كلمتني قالت لي مش حلوة خالص، الكريمة فيها قليلة، طعمها مش حلو، تحس ان هي معمولة بقالها كذا يوم مركونة عندهم. قلت لها ازاي؟ مش ممكن. ده اللي خلاني اجيب العلبة التانية دي. رحت جبت علبة تاني عشان اتأكد بنفسي. مستحيل، انا جبتها مثلا من يومين كانت حلوة قوي. فهم عملوا ايه؟ يوم العرض عملوا تقريبا كمية كبيرة، فاللي خد في الاول اخد الطازه واللي لسه معمول. فضلت قاعده عندهم تقريبا يومين ثلاثه بقى لحد اما العرض يخلص، يعني لحد اما الكميه تخلص عندهم فده العرض يخلص. فده اللي خلاها تحس ان طعمها مش حلو. وكمان هم كاتبين عليها تسخن في الميكرويف لمده دقيقه. عايزه اقول لكم طعمها بقى مش حلو خالص كمان لما اتسخنت، يعني وهي ساقعه شويه مقبوله، انما لما اتسخنت ما كانتش حلوه خالص. فدي كانت تجربتي النهارده في كنافه وبسبوسه. ملخص الفيديو ان انتوا لو عايزين تجيبوا من كنافه وبسبوسه جيبوا اول ما ينزلوا العرض. لو العرض عدى عليه يومين ما تجيبوش منه، الحاجه بتكون بايته. بس كده الفيديو بتاعي خلص، استنوني في فيديو جاي جديد. مع الف سلامه حبايب قلبي.